ألزمت سوريا بقبول الانتداب الفرنسي بعد معركة ميسلون التي استشهد فيها القائد يوسف العظمى وزير الدفاع في الحكومة الملكية التي نشأت على أعقاب خروج الاحتلال العثماني من الوطن العربي. وكانت المدرسة الحربية قد تأسست لأول مرة في دمشق سنة 1919، وخرجت دورة واحدة من الضباط ودورتين من ضباط الصف على عجل في أوائل شهر تموز سنة 1920 قبيل موقعة ميسلون. لم يطب العيش للجيش الفرنسي في سوريا، فمنذ الأسبوع الأول لوصول المستعمرين الجدد بدأت الثورات من جبال الساحل وجبل العرب، وامتدت إلى جبل الزاوية وريف حماة، وانتشرت إلى باقي المدن السورية بسبب تلاحم السوريين ووحدة كلمتهم في مواجهة المستعمر. معاهدة عام 1936 كانت الخطوة الأولى للاستقلال، لكن الحديث عن تأسيس جيش وطني كان أقرب إلى المستحيل بوجود الجيش الفرنسي في كل المؤسسات والثكنات. حادثة البرلمان في 29 من أيار لسنة 1945 ألهبت في قلوب السوريين ضرورة تأسيس هذا الجيش الوطني المأمول بعد مذبحة ارتكبتها القوات الفرنسية بحق الحامية المكلفة بحراسة البرلمان التي رفضت تحية العلم الفرنسي. وفي مطلع العام الذي يليه، أي في نيسان عام 1946، تقرر إنهاء الانتداب على سوريا ولبنان، وكانت قوات من الجيش الإنجليزي تنتشر في مناطق كثيرة من سوريا بحكم اتفاقات مع فرنسا فرضتها الحرب العالمية الثانية. الإنجليز اعتبروا آنذاك أن سوريا المستقلة ليست بحاجة إلى جيش وطني، وعارضوا بصراحة تأسيس هذا الجيش، وعرضوا على الدولة الناشئة تخصيص كتائب هجانة لمساعدة الأمن الداخلي والشرطة. وكانت فرنسا مطمئنة باعتقادها أن السوريين لن يستطيعوا تأسيس جيش حقيقي في المدى المنظور بسبب قلة العتاد والعدة. عند جلاء الجيوش الأجنبية عن سوريا، انهمك الفرنسيون في تصفية مستودعاتهم الضخمة في الشرق، تلك التي شحنوها بالأسلحة والذخائر لأغراض الحرب العالمية الثانية، وقد عرضوا بيع الحكومة السورية ما تشاء من أسلحة خفيفة وثقيلة نكاية بالإنجليز. أنجز الاستقلال، وقرر السوريون أن يكون لهم جيشا يحمل عقيدة القومية العربية ويدافع عن حدود الوطن وسلامة أرضه، على أن يكون جاهزا دائما للدفاع عن الأرض العربية ومستعدا للتضحية في سبيل حرية العرب ووحدتهم. وهكذا فإن العقيدة القومية والواجب الوطني متلازمان في الجيش العربي السوري منذ تأسيسه، وهذا ما يفسر التضحيات الكبيرة التي بذلها هذا الجيش من أجل لبنان وفلسطين ومصر والعراق والسودان وغيرها من الدول العربية من حيث القتال والدعم والتدريب. وأصبحت الدراسة في الكلية العسكرية التي استقرت في حمص باللغة العربية بعد ترجمة كتبها من قبل ضباط وطنيين. الاختبار القاسي الأول الذي واجهه الجيش السوري الفتي كان في حرب 48، وهنا أدرك العرب لماذا لا يريد المستعمر الغربي أن يكون للعرب جيوشا وطنية بعقيدة قومية. وحرب فلسطين كانت الجواب، لكنها تركت خلفها أسئلة لا تحصى عن التسليح والانضباط والتدريب. الوقائع أكدت أن الجيش السوري خاض معاركه ضد الاحتلال بشجاعة وإقدام، لكن الصفقات الفاسدة السياسية والعسكرية ضربت الهجوم العربي، ومكنت إسرائيل وبمساعدة إنجلترا من الانتصار على الجيوش العربية مجتمعة. لم تهدأ الجبهة الجنوبية طوال تلك المرحلة. كان الجيش السوري يسعى دائما لتطوير أدواته وقدراته. إبان الوحدة بين سوريا ومصر، التحم الجيشان لتتوحد الحياة العسكرية في البلدين، وبعد الانفصال عاد الجيش السوري إلى ثكناته ليعيد تنظيم صفوفه، لكنه تعرض كغيره من الجيوش العربية لنكسة عام 67.
مطلع السبعينيات وبعد الحركة التصحيحية أظهرت الحكومة اهتماما غير مسبوق بتقوية الجيش وتوسيع انتشاره حول قطاعات الجبهة. كان الرئيس الراحل حافظ الأسد يجاهد لتحقيق مبدأ التوازن الاستراتيجي مع العدو الصهيوني، والتاريخ يقول إن تلك المرحلة كانت افتتاحية الانتصارات للجيش العربي السوري. وفي تشرين الأول من عام 1973 حقق الجيش العربي السوري نصرا مؤزرا على إسرائيل بالتنسيق مع الجيش المصري والعراقي وعدد من الألوية العربية. وتلاحقت الانتصارات، وأصبح الجيش العربي السوري قوة عربية وإقليمية يحسب لها ألف حساب، وخاض معارك ضد الاحتلال الصهيوني، وها هو اليوم يجدد تاريخه المشرف بانتصاره على الإرهاب المتطرف ليحمي الوطن والشعب والدولة في أشرس معركة مرت على هذا الوطن.